مساء الخير عليكم اعزائي المشاهدين. هو لسه ايهاب جلال ما مشاش؟ لسه برضه مصر اللي هو يقعد بعد المهزله اللي هو عاملها امبارح؟ لسه عايز يقعد برضه؟ مفيش فايده يا مستر كامل. جمهور بورسعيد مش عايز ايهاب جلال، خلاص. جمهور بورسعيد طفح الكيل. ايهاب جلال قلنا من الاول غير مطلب جماهيري، المفروض النهارده يقدم استقالته. ايه ده؟ قاعد برضه؟ ماتش امبارح جاي له على طبق من فضه، الزمالك ناقص 11 لاعب وبتتغلب. ده انت المفروض تقدم مباراه كبيره وتبني خطتك على الفوز من اول دقيقه، بتتغلب. ايه المهزله اللي احنا فيها دي؟ ولا خطه ولا لعب ولا اي حاجه، وقاعد لي على الدكه ما بتتحركش، مفيش حميه خالص، مفيش جمهور بيتحرق دمه واعصابه، ومغلوب واحد في بدايه الشوط الثاني وبتعمل تغييرات في اخر 10 دقايق. ازاي ده؟ مش فاهم انا يعني ازاي. وبعدين فين اللعيبه الافارقه اللي احنا شايلينها بملايين؟ انت جايب 2 هجوم بملايين، الله، ما نزلتش واحد منهم ليه؟ مش معجب بيهم؟ ايه اللي خلاك تجيبهم؟ وايه اللي خلاك تسيب اوسن اموتو؟ طب ما كنت سيبه، الراجل هداف، راح تبيعه ببلاش وجايب لنا 2 لعيبه مش عارفين نستفيد بلاعب منهم. انت المفروض بعد ماتش امبارح تقدم استقالتك. انت ولا خطه ولا لعب ولا شكل، مباراه نيه خالص، اللعيبه ما بتلعبش، مفيش اداء، مفيش حركه. يعني ماتش امبارح ده الحاجه الوحيده اللي كانت هتشفع لك ان انت تقعد معانا ماتش امبارح، ان انت تغلب. الله، ما انت عارف ان جمهور بورسعيد اصلا مش عايزك. يا اخي اعمل حاجه كويسه، انما بالطريقه دي ما ينفعش يا مستر كامل. شعب بورسعيد، جمهور بورسعيد مش عايز ايهاب جلال. انا قلت قبل كده في فيديو فات، استغربنا اول ما اتعاقدنا مع ايهاب جلال، قلت ان جمهور بورسعيد كله استغرب ازاي ايهاب جلال يبقى مدير فني للنادي المصري بعد ما المنتخب سابه. حتى شوف اتفرجوا على الفيديو ده، انا قلت ايهاب جلال ما ينفعش، وجمهور بورسعيد بالكامل مش عايزه. طب ما احنا كان معانا حسام حسن، ايه اللي خلانا نفرط فيه؟ راجل مدرب فاهم وواعي وعنده حميه في الملعب. احنا يا مستر كامل جمهور بورسعيد عايز حسام حسن، كميته ماشيه مع النادي المصري. يا ريت بسرعه قبل ماتش الزمالك نتصل بحسام ونجيبه. التوأم فاهمين المصري وهيعملوا معاه مع اللعيبه دي، هيعملوا معاه انجازات. انما ايهاب جلال ولا نافع معاه لعيبه بملايين ولا بملاليم، مش نافع في حاجه خالص. فاحنا نسرع ونجيب حسام حسن، ده الحل الوحيد، نكمل معاه بقيه الدوري. ما هو خلاص احنا هنبكي على ايه؟ حسام حسن كميته ماشيه مع النادي المصري، مش قادرين نجيب حسام حسن، نجيب الشعباني اهو كان مع لعيبه يعني مش قد كده وهو كان ماشي، ما كانش نجيب مدرب اجنبي. انما عشان ايهاب يقعد تاني ما ينفعش. جمهور بورسعيد بصراحه هيكره المصري عشان ايهاب جلال، عشان خاطر واحد. جمهور المصري يكره المصري، ما حدش عايز يتفرج على المصري. صدقني لو ايهاب جلال ضرب المصري والمصري لعب ماتش مفيش حد هيتفرج خلاص. يا ريت من بكره او من النهارده نسرع. جمهور بورسعيد بيقول له مستر كامل ابو علي احنا عايزين حسام حسن، يا ريت من بكره نتفق معاه. وايهاب جلال بقى كتر خيره، متشكرين، كميتك مش ماشيه مع النادي المصري. انما بالطريقه دي ولا جمهور المصري يتفرج على المصري، ما ينفعش. احنا مطلب جماهيري، مش عايزين ايهاب جلال، احنا عايزين حسام حسن من بكره. من بكره يا ريت. انا بتكلم بالنيابه عن شعب بورسعيد، وشعب بورسعيد كله بيقول نفس كلامي، مش عايز ايهاب جلال بعد المهزله اللي حصلت امبارح. شكرا.